في برنامج غريب وقريب. الغربه ابتدت اول ما سافرت وانا رايحه 6 ابتدائي. 6 ابتدائي طبعا بقيت هنا وهنا، فقررنا خلاص مفيش فرق نسافر بقى. اوكي. اول ما سافرت كانت الدنيا لذيذه، يعني ما كانش عندي مشكلتي الوحيده ان احنا بس لازم نلبس عبايه. فانا كان بالنسبه لي كنت مش فاهمه ليه البس حاجه سودة واتغطى واطلع بره البيت دي. انا اسف جدا بس يعني جماعه تكفير الهجره هتمشي اللي جابونا. الموضوع خلاص بنلبس عبايات ومش لازم نقف. تمام. فلبسنا عبايات اول ما رحنا. بس انا اكتشفت بقى بعدين يعني قدام ان ده حاجه تبع الكالتشر وكده. ايوه صح. بس كانت حاجه لذيذه في فتره، يعني ليه انه انت مش محتاج تغير هدومك وانت نازل. انت نازل بالبيجامه اصلا. يعني ممكن لو رايح مش حاجه سريعه فدي حاجه ممكن. فالواحد في الاول بيشوف ان الحاجه غريبه، بس بعد كده بيحس انه الله دي حلوه قوي والله. حلوه يا ولاد الايه جميله قوي. يلا بينا. حلوه. ايوه صح حلوه قوي جميله جدا. بس فقعدت بقى من جريد 6 لغايه جريد 12 قعدت هناك. يعني 6 ابتدائي يعني 3 ابتدائي ثالثه ايه جريد 12 يعني كام ثانوي صح لغايه الاخر خلصت هناك. ما كانش عندي مشكله في المدرسه قوي. اول لما رحت كان بابا حابب يدخلنا بقى قوي في الكالتشر، عشان احنا اصلا يعني ايه كنا مكونين من 4 افراد عايشين في القاهره واحنا من اسكندريه. 4 افراد ده توتال ها؟ يعني بابا وماما وانا واختي. طب الحمد لله. القاهره واسكندريه يعني في ناس قاعده في القاهره وناس في اسكندريه ولا احنا بس الوحيدين اللي قاعدين في القاهره. هو كله لغايه دلوقتي قاعد كله قاعد في اسكندريه. اوكي. ما حدش عليكم حاجه هناك هربانين ولا الدنيا وغالبا في حاجه اكيد في حاجه في الارشيف يعني عند الحاجه او الحاجه في حاجه في الكواليس. لا بس هو مش طبيعي يعني انت نلم الشرطه ونطلع لوحدنا على القاهره. بص معظم شغله كان في الميديا، فالميديا زمان ما كانتش قوي في اسكندريه، ما كانش الشغل منتشر. صح. فهو ابتدى يروح للقاهره. وبعد كده جاله شغل في اكتر من مكان خليجي، وبعد كده استقر الموضوع في السعوديه. حلو. بس يعني فتره المدرسه هناك كانت لذيذه، ما كانتش وحشه. اول مره هناك كنت دخلت مدرسه انترناشونال بس معظمها فيه مصريين. قعدنا فتره، وبعد كده كانت اختي في مدرسه وانا في مدرسه تانية، عشان حد قال المدرسه دي احسن بس من ناحيه الانجليش احسن بقى والحاجات دي كلها، عشان التيتشرز فيها اكتر بقى بيتكلموا الاكسنت بتاعها احسن في هناك وكده. عشان بابا كان عنده حته ان هو ايه يبقى عندك الاوبشن اللي هو لو سافرتي بره او لو نزلتي مصر انت عندك الاوبشن تختاري. بس انت لو نزلت مصر مش هتحتاج الاكسنت. قولي بقى كده اخر حاجه يعني فايكنج. لا انت فايكنج نص عمرك. ماشي الدنيا هنا ما كناش نعرف كده اكتشفنا بعدين. طيب احنا بنتكلم بالعلو والصوت يعني اللي كل ما تعلي الصوت جو كده انت تفهمني احسن، مالهاش علاقه بالاكسنت يعني. هو كل ما تعلي الصوت كل ما الناس تفهم بالظبط كده انت تمام. طيب انت اول ما سافرتي يعني انت سافرتي وانت صغيره شويه 6 ابتدائي، ايه اللي انت ما كنتيش متخيلاه من اول بقى الطياره بقى من اول وانت في المطار لغايه ما وصلتي؟ انت ده واعيه يعني مش طفله يعني. واحنا في الطريق طبعا يعني طريق ايه ده الطياره ولا يعني لا واحنا في الطريق لا منزل انا احبه من الطياره. انتوا جايين من اسكندريه قاعدين في القاهره فممكن تروحوا بري. الطياره دي حقيقه بس ما كانش عندي مشكله مع ركوب الطياره، يعني كنت اكسايتد بقى طياره بقى وطفله وكده. بس اول ما نزلت من الطريق كان بالنسبه لي انا بقى متوقعه ان احنا بنسمعه دايما عن هناك ان صحراء بقى وما فيش حاجه، الدنيا زي الفل هي الدنيا موجوده والناس موجوده والعربيات موجوده صح. فكنا ماشيين عادي الدنيا تمام يعني. اول بس ما دخلت المدرسه ما كنتش متوقعه يعني ايه هو احنا ايه داخلين مدرسه كلها مصريين. طب انا هتعامل مع الناس المدرسه كانت كلها مصريين بس دي في اول مدرسه يعني كانت في مدرسين مش مصريين موجودين ومصريين اكتر. تاني بقى مدرسه كانوا قليلين قوي المصريين يعني يتعدوا على الايد. اوكي جدا. فكان بقى عشان كده اكتر بس حته حلوه ان انت برضو تخش تلاقي الدنيا كلها مصريين وبتاع دي في الاول بس في الاخر يعني لا اول السلم بس عشان توصل لاخر الدور بتبقى ايه الدنيا خناق خلاص لا كفايه انزل يلا انا ركبت الطياره وحنك خلاص كان عندي مشكله في حاجه واحده بس ان انا بالنسبه لي المدرسه فجاه انا مع بنات بس برضو ده في اوكي في حاجه اسمها بوي سكشن وجيرل سكشن ده في مشكله في يعني هناك الناحيه الثانيه في ايه اصلا مش عارف حاجه ما وصلت ايه هناك الناحيه الثانيه انا عايز صوت خشن جاي من من غير لا
انت اصلا مفيش صوت فيه انت عزف. بتشوف الناس حتى من بره اللي هو حاطينهم في زنزانه. ليه هم ليه فاصليننا؟ فانا ما كنتش قادره استوعب الناس دي هم عادي ليه بشر زينا مش ليه زومبيز فاصلين يعني. الناس؟ احنا عادي كنا هناك ولاد وبنات يعني مش مشكله يعني، وبنقعد عادي جنب ولاد وجنب بنات. ففهمت بقى الكالتشر عامل ازاي والدنيا ماشيه ازاي. ما كانش بالنسبه لي حاجه وحشه عشان عادي انا كنت متربيه برضو في كالتشر فيه ولاد وفي بس بنات. هي السعوديه كده كانت زمان فعلا يعني. لا في القصه دي ما فيش هزار يعني. كان في اكسبشنز في حته المدارس بتاعت السفارات.